رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الرجالة أنه انتهى إلى جمرة الكبرى قال جمرة الكبرى إلى الجمرة الكبرى قال ولا مدتي داجي فجعل البيت وهي جمرة العقبات جاني سني جعل البيت بيتين ديسه أي يساري بتاساري ديسه ومن الأيام ومن تاسس يميني جنة مرقصات تاسس ورمى بسبع ورمى ضربة بسبع جنة نقاط وربوش وقال نجيجي هكذا رمى كانت رمى ضربته الذي أنزلت عليه نمت ربهم تدق جيني سورة البقرة الذي أنزلت عليه إن ربهم سورة البقرة كانت ضربته جيبه وين يخربهم سورة البقرة محمد صلى الله عليه وسلم نبي ذكر الدربتي يساله عن ابن عمر رضي الله عنهما لأن معظم المناسك مذكور فيها أن سورة إنما خص بذكرها هنا والناس تثبتوا أن خص في سورة بقرة بدن تجي آية القرآن كيسا قرآن سلام دين سمر ربهم ميمرة سورة بقرة ربهم تجي وأن كيسا خطي باسه مال لأن فيها معظم مناسك الحج لأن معظم مناسك الحج مذكور فيها قربت أعمال حج تسير يسد بطم على تنامي كان جان حج بسيدا ولد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي خدربته الجمرة الدنيا والله قرتي أنتو تاتي مسجد الخيف تجي بسبع سيات والله أنتو تاتي تجي إيسا تانتي جنة مسجد الخيف تانتي بسبع سيات والله دي أنتو تاتي مسجد الخيف تجي بسبع سيات نقاط ربضر بده يكبروا الله أكبر جاجي على إذن كل أسات فقرتي نقاط ربضو تجي ثم يتقدموا حتى يسهل ويقوم مستقبل القبلة ويقوم طويلا فيقوم ويدعو ثم يدعو ويرفع يديه قدر سورة البقرة كما في البيت مع حضور قلبه وخشوع جوارحه قلبي قرتين ما انت نبي افبري جرتونجي ويرفع يديه كسالمان الفوجي ثم يرمي الوسطى انا دربته الجمرة الوسطى ولا يدوتيجي ثم يأخذ ذات الشمال ذات الشمال غرابتا قريجي فيستهل ينام وكغرته فلو لغاجي ويقوم ينزل الى السالي في دوغ كبو يتكاو من بدل الوادي فيستهل ينام من تنبوتا فلو لغاجي ويقوم مستقبل القبلة يقوم لدابة القبلة غرغليجي ويقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه دعاء نجي خاص دعاء تناسني قلت أي دعاء مع سورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدعو به دعاء نبرانا كلامته هم دانو خلاتشو لنديس وربما يمكن لك أن تدعو بدعاء من دين السلام فسبير عطاتي سبير عطانا حاجاتك أبدو خلاتشو لنديس والأولى أن يدعو بدعاء مع سورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مانع من أن تدعو غيره فالنبي الله نقل من مثل حاجاته ولا بالله خرجت وأشكر قراني ويقوم طويلا للعبد طويلا لعبد إيراجي ثم يرمي جمرة ذات العقبة ثم يرمي جنان دربة جيب ولا قرتي ذات العقبات جي من بطن الوادي ليس لقى عبتي تول دربة جي ولا يقف انتهى كسن أبو دربة بودن عبد جي ثم ينصرف يجنا غرغلن جي ويقول
نجاجة هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكدت النبي أركجايا يفعله. إن سدنا كجايا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم زمن ثاني توتي بالبيت بيتي لان طواف توتي أجي جمني إلا أن جاء الذي مديمته نشاته ولك أبتيتي ولك قررتي أفاني سدتي مخينا برخيايتي أيتي طوافتيس غرق الله قدت ما يطلع إرمبا تقلتام به يا راسي كما سنين ساعات دي من سيبو تيسنيدي ساهمن بعد سينجال أتيجرتي تلفتي بريشات مخينا رخايتي بتي ساعة سنيبو ديمتي دايتي طوافتي وتشيرت مخينا مدرسة هو جدا باتي تجارة باتي في الجنة إلا أنه خفف عن الحائض إلا أنه غرتي طواف وداعته خفف عفا اللي فمملي عن الحائض سيهيدي قبضرة غرتي نيدي قبضيو يسجد مدنة تهيدي مخيسد نفتتاتي جنة خيمي قل يسيدا طواف نتحارا ملين تومي هنا يفا اللي فمجرى ديم مجان مديم تيجو تيجو aku mana tawafil dalam tidur fardi sirrat tundira kono fardi دولة الكبرى دولة أنا نزل بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر سبع ساعات جبرة العقبة لكل يوم من أيام تشريق إذا وشين كل جبرة صلى الظهر والعصر صلى الظهر صلاة عصر والمغرب والعشاء مغرب عشاء ثم ركض ركضة كنا نرى من صدر شلم بالمعصب معصب كجانين ثم ركب إلى البيت كنا بيت يا بوتيجي فطاف به أن النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله دار من كمارا ونفر من أول دربتي من الراديم ثم ركض ركضة بالمعصب أنا معصب تجارة شلم سجوا كيلولا ثم ركب إلى البيت فطاف به عيادة إذن أغرى بيتي أبوتي فطاف به سانتوافي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض في هيدي نتلفتي بقرتي هيما منجي أن تنفر جنان ديموجي أرق لايا إذا أفادت يطاف إفادة أبا قوتي قبل يحيد عيدو دانبرتي طاف إفادة أبني إفادة يوني في قلمين هفتي قوتي ملين توبي قدر جينيسي ملين أبني صديم وصديم صديم طواف القدوم تاكا طواف الإفاضة لما طواف الوداع أكنا طواف الإفاضة واجب ركني هيدي نمر عنكم هيدي نفتز طهارة تيسي بودين طواف الوداع مو نمر عنكم قال نجي وسمعت ابن عمر يقول الله رجل إنها لا تنفر لا تنفر سين دين تطور أنك تعرفتين وداع سبوتون دين تغجون نجيجي ثم سمعته يقول بعد ثم سبب المامون مريم نجي يقول غجون تعالى يدسودا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتلهن والرحيدي لو حيميتنا في ترك طواف الوداع طواف وداع سوغي سكي ما في وعن رضي الله عنه قال نجي ليس التحسيب ليس انتاني التحسيب ينام موسب قلونجي بشيء أكاو ليس انتاني التحسيب موسب قبجون وقوغرتي لغا إحساسا بشيء ينام واتك كمن بشيء من أمر المناسك بشيء واتك كنتاني مال من أمر المناسك أمري دلغا عجيرا تاني جيبو قسم قبجون إنما هو غرفته منزل نزله
منزل بوتما نزله رسول الله كما ربي قوة ربك صلى الله عليه وسلم للاستراحة أفور مفرطة بكسم قوة منه واي حج دلقا حجي تبيني ولد إلتا دلقا النبي قابيته ونين دلقا افتخا خرا عبادات جاني جلد يمنيمي خوني أكسيمتي بكسم قوة دل أمامتي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل كما دينار أجر مكة بات بزيتوا ذات نقول جزيتوا وكيا مولى مكة لزدم حتى إذا أصبح كبرت بريفته دخل تام هذا إذا زايد الثاني دخل حتى إذا دخل حتى إذا أصبح دخل إذا أصبح بريفته دخل مكة سينجي وإذا نفر ومن الرادي مسجد مر بزيتوا نفر من الجيتولا مر بزيتوا برد براج وهذا ليس من مناسك الحج كما مر وبات بها حتى يصبح مناسك الحج إنما يؤخذ منه أماكن النزول صلى الله عليه وسلم وكان من قوة العالم يتعسى به الناس وكان نبتلة الملائكة إذ لا يخلو شيء من غالب من حكمته لقى الرسول لقى حكمة رحمه الله يقول سنما أفضل جلده كان لقى ملائكة ركني متصرف لا تنجل في الجورة وبات بها حتى يصبح وبات بها ينسل حتى يصبح من بريفته وكان يذكر وكان يأتي عبد الله بن عمر يذكر غضبته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كان دلقي خلاص أنا بتتفق ولا أجلس الناس نرده ولا أبواب العمرة باب جزلا باب ما تقول تخاء وأنا أبواب جو بخاريته لكل حديث بابا حديثاته كان البخاري رحمه الله تعالى يبوب لكل حديث حديثاته أبواب غرته فجمع المصنف رحمه الله تعالى ذاك الباب بابا يمتقطقون درسا أبواب يوم الجمعة في جوران عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة جنة مليجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس وقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج وعنه رضي الله عنه أنه قيل له جنان سالي جامل يا أبي هريرة عن عبد الله بن عمر كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عمره ما يقول جامل قال أربعا قال نجي أربع جنان ما على عمره سافر قريجي إيداهن في رجب إيداهن سنة لا تكا عمره في رجب فاتي رجب كيف قريجي قال السائل وقلت لعائشة دانيجي منكر القول من عمر يجتم عمر كان انكار علانته يا أمه يا أم المؤمنين يا من توتايا ألا تسمعين ما يقول وانا كان برمان جوهر النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما يقول هل وجايتين عائشة قال يقول عبد الله مرني جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات إيداهن في رجب في رجب وادي رجب كيف يجي عبد الله بن عمر قالت عائشة رام الله وعبد الرحمن رب رحمة تعالوا فيه واعتمر عمرة نبي إلا وهو شاهد واتقال عمران كوني نبيني
إلا وهو عن شاهد. عبد الله بن عمر شاهد وتجير ملئ أعمال متى يتسلا وجمجر الليل أو أجائبا وما تمر في رجب قط. تسمعون رجب هذا قال رسول الله برامو أن عبد الله بن عمر اللي انت خيسها في الليل وانقبوا مال متى يتين الله قال ذلك مبالغة في نسبة إلى النسيان من رحمة عيسى ولم تنكر عليه إلا قوله إيدا النبي رجب مراه فرقدوا عن دني رجبا قيساسا دني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل. وزادني ده مسلم ومن عمر يسمع عبد الله بن عمر قدمان نقول جرا فما قال لا لكن تاني سنجنة ولا نعم سنجنة فسكت كسر سيجيب ما هو شكل جرا ما هو شكل جرا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل. أنس بن مالك كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة نقول قرآن من كذا الله مربوط أمر عائشة يا أنت كنت تقول زيد أنا أبني رافضي كم اعتمر النبي صحابة صلى تقال الله عليه الله مرفان صحابة تقول لي صحابي أنس بن عباس بن صحابة تقول أنه سئل. أنه سئل كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال 4 عمرة الحديبية ذي القعدة حيث صده المشركون. حيث صدوا المشركون بكروا مشركون سدي بستجي وعمرة من العام المقبل مراد كما سمت الفرع خبرجي ذي القعدة حديث القضاء يسجي حيث صالحهم حيث صالحهم زي مشرك تو تاو جرار بوسي ها ودي بيان الجبن يا عمرو ودي بيان ادي لكن كسي افهم باني حديث ديرا سنگه سندين سياتي بفتا ويقول ده ديبيو غدا غاسني سورا قالاني دچاني متى ساتتني كنا ما بقول ده ايه ايلا وعمرة الجعرانة عمرة الجعرانة دكني إذ قسم غنيمة إذ قسم غافت دهر غنيمة موجودة كني وراه هنين وراه سيني يا دونين تندبني قلت كم حجة قلت من جيجي لأنس كم حجاجي ومي قبل قال واحدة أنس نجي حج واحدة جيني تكما قفا وفي رواية أنه قال رواية الأمرة الرابعة سبحانه في صلاة وفي رواية أنه قال نجي رواية تنمرا في ساسة بديت تكامتين اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه ومن القابل أما ستيان راني بولي عمرة الحديبية الحديبية كان عمرة القضاء تنجاني بولي جيسي تنا قضاء باسي وعمرة في ذي القعدة عمرة كذل القعدة حيث تجيرانا تنزيني وعمرة مع حجتي عمرة كما استغري سلام حجتي أنجي ساتي وجي بولي ها؟ أجي تكون بولي أجي الوداع بولي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كان في عجيب وذات وجهه دجوسن خلافا جرا قراتني دمرسني ابو عبدني में عمره ودي حجيرن نगे कसको दे वरे حجي लकाव दंदा वरे खोपत ते चेजेस लकाव ने عمره बेसिस वली कंदे थे लकाव चुनी दंदा तना हो तना लका है أبو ليه हैं إسلام فيه سنس لقاء تحجي وجدا نبي محمد جيدا توريج عمره نتيس ما جيدا رن كيني تقدم رجلا اي انا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ربي وراني
في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما دولة يحج حجة الوداع مرتين. هذا يدل على نفي ما زاد وأنت بلا مغانجر تشوف أن تشيوه دنقون لأن لك كلامهم وكيلا لم يودن ديبية نتلقى مالك إذن قدا باسنيمي سلام التي ما حجي ساتي وجتاد تناس تلقى مالك لأنها دخلت في أفعال التي تلقى حجي ليس قرنتيمي أنا أفتح لمالك تقول كاويني حجي لما قبلك عمران فريم أفرر راه كتن ديبية هرادي بيسن لقوني كتن جيو جيو تلقى الراديس لما جبتوسن لقاي تناقض كنا داري أفرين دم عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤدب عائشة ويعمرها من التنعيم لأنه أقرب إلى الحل ساتردو خيساتشبه ورابنا مانيه ورابنا مسجدها نغيسا وقوة قديم بايته ياسين الشبادة الشبادة الرجل أسمان الشبادة كان قبابة خير ميزة حرام خيسا على بعضه شيء سلطة ماله حرام خيسا بكر كيرة تنجيل تورا على بعضه تي على سلطة سنتين شرام على تشباني لتني ديبيا وأن سراقة بن مالك بن جوشم تعالوا مكة من مكة تجي مكة ومكة مرة تجي ورّي عرما ورما يساعدك إلا تجيبها وأن سراقة بن مالك بن جوشم رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بلقبته وهو يرميها فقال أراكم هذه خاصة يا رسول الله حجي عمره جيرم تنسل موقفا في يا رسول ربي قال لا قال نجي لا لك بل للأبد إننا معتنا أبدي خاصة زمن ما كان قفتم برما كان قفتم لكم ولغيركم أبدا سنين وملوتي في ظلمان جنان أبدا للأبد جيل نافي سنين أبد جيل ما البلد؟ حجي مرة جيل سافر تاجي ونقول إذا مرة جيل دراجي لتي جتو تنفذي مرارا نكى كذا يوجينا نه أديدا من دماغ تمرون انتاد يكرم فتين وأنا قدر رضي الله عنها في رواية رواية كمان سيئة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا في العمرة ولكنها على قدر نفقتك كتابة هذه نفقتك باسي تهديتي أو نسبك كتابة هذه صامي سجرة وأنا رضي الله عنها بالحج سوامن شيء جوال على قدر نفقتك هم باسي تهدي تجي جناس باسي كتو سوامن كتو أجي أو نسبك إنك تعمل شيء كتو تجي سوامن شيء كتو أجي حجين تتعبا كتو أجي وأنا رضي الله عنها بالحج وأنا رضي الله عنها بالحج تكرر كثيرا وأنا رضي الله عنها في رواية النبي صلى الله عليه وسلم في الحج رواية إذا تكرر ينان تدبيج كثيرا الدوجي وقد تقدم بتمامه قد تقدم دوريج الاتدغام هنا طيب بيتا دال بيتا وقد تقدم لغة دوريج بتمامه قدوساتني وقد تقدم الاتدغام ذلك وبمخرج